إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا الليفت. بس انا طلعت حاجه من الليفت هشتغل بيها، هتكون مهمه قوي لكل واحده ست في البيت. يمكن اول مره تعرف المعلومه دي، بالذات بناتنا الصغيرين. زي إيه يا ماما؟ زي ورق الليفت. ورق الليفت ده جميل جدا لما تعمليه، ما يفرقش عن الخس بتاع المحشي او ورق العنب. طب هنعمله ازاي؟ ده يا حبايبي اللي ما يعرفوش انا بعرفك. ده تجيبيه مع اللفت، ما ترميش العروش بتاعته عند الراجل، تجيبيها وتقطعيها بالطريقه دي كده، تبقى الورقه زي كده بالشكل ده كده. تعمليها بقى ايه؟ ممكن تعمليها اتنين، تبقى دي واحده ودي واحده، ده صباع محشي وده صباع محشي. وممكن تعمليها كبيره لو هتعملي صباع المحشي طويل، تعمليها كده بالعرض وتشتغلي. بتعملي زي ماما، بتغسليه وبعد ما بتغسليه بتسلقيه، تحطيه في قلب ميه مغليه فيها شويه ملح وشويه كمون. اول ما تحطيه تطلعيه زيه زي الخس بالظبط، وتطلعيه وتفرديه وتحطي في قلبيه الحشو بتاعك، سواء بقى لحمه مفرومه او رز باللحمه المفرومه او رز بالخلطه اللي يعجبك، وتعملي صباع محشي كده جميل وتملي حلتك وتبقى جميله قوي قوي قوي. دي معلومه على الماشي حبيت اعرفها لبناتي. اما بقى اللفت ده بقى هعمله وبوريه لكم برده في فيديو تاني، خليكم معايا كده حبايبي. هناخد معانا ورق اللفت، مش عارفه ليه بقول عليه خاص. ورق اللفت هناخده علشان نسلقه. يلا بينا كده حبايبي. الميه غلت، هننزل بيه كده في قلب الميه. شايفين انا حطيته ازاي؟ ها كده بقى بشيله بسرعه لان الميه مغليه اصلا، فكده انا سويته هشيله على طول. بصوا حبايبي انا كده سلقته بس سخن لسه. ممكن تاخديه تفرديه وتعمليه ايه مجموعه على بعضها كده وتعمليها رول وتشيليها، يا اما تاخديه وتحشيه على طول زي ما انا ما هعمل. طب انا مش عايزه اسلقه دلوقتي ومش عايزه احشيه دلوقتي، اعمل ايه؟ تيجي هنا كده زي ما انت شايفه كده حبيبتي، انا مجهزهولك اهو. هتعمليه كده رول. صعبه دي؟ مش صعبه خالص. وتحطيها بطول الكيس كده حبايبي، تحطيه جوه كيس وتطلعي منه الهواء وتحطيه في الفريزر وترصي كل اللي كاس عليه. بس تملي طبعا الكيس عن كده، انا بوريلك بس ايه كعينه. فانت اللي تحبيه تعمليه، يعني ممكن تعمليه بالشكل ده وممكن يبقى كده بالشكل ده، وتشيلي منه كميات يكون مسلوق